فالنسيا والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب التسلل. كرة طويلة، ضربة راس، والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار. لوك شو على جهة اليسرى، توزيعة خطيرة، جول. ماغواير بالراس وبوكايو، جول. ماغواير وبوكايو، كاين مازال كاين التوزيعة، جول. الجول او الجول او الجول، كرة أخرى، روعة، بورالي كانجي، جول. ماركوس راشفورد، جول. 15 ثانية بعد دخوله يهز الشباك ويسجل الهدف الخامس. ماركوس راشفورد، التمريرة الحاسمة الثانية جهة اليمنى، كالوم ويلسون، جريليتش وجول. مايران هرب من وبيكفورد وتاريمي ومهدي وجول. السنغال، جول لهولندا في شباك كرة الجول، كلايسن جول. يتقدم، يحاول انه يعدي تمريرة، كرة، أبناء العم سهام سهم أول يصيب التنانين. قدم الآن، جول. من أول كرة وأول لعبة، التوزيعة من هنالك على الجهة اليسرى، رابيو غريزمان، وجول. أوليفي جيرو، جول. الهدف الثاني لمنتخب فرنسا. يبقى ديمبلي، يسرى هنا التسديدة تاتي، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي يبدأها للأرجنتين. إذا مش يا ولد على الاستلام، روعة أمامنا أولمو جت هدفين والتعادل وفرصة للتسجيل. يأتي التسجيل للمرة الثانية، هذه المرة من كل حد، لكن فران توريس، يا ولد فران توريس سجل، وقع وسلم ويسجل. خطأ قاتل كالفو ودوارتي، وبيدوروا على الكرة، ولكن الكرة واتحركت. يا ولد يا على الجمال، يأتي في هذه اللقطة. اوعى كارلوس سولير، وسع كارلوس سولير، يا ولد. الشير الحالي، كرة خطيرة، باتشوية يسجل المنتخب البلجيكي، يسجل الجول يا دور، يسجل المجنون، هذا باتشوية. كرة ضربة الدفاع الكندي، باتشوية يرتدي ثوب المهاجم المنقذ.
من اللي سجله عاد، من اللي سجله، اللي سجل المولود في الكاميرون، ما صدق، ما احتفل، ما عمل اي شيء. تذكر يوم مولده في الكاميرون اختلطت المشاعر. يسجلون التعديل. فيليكس يأتي التقدم. قلت الآن باتت الأمور. بقية وللمحاولات بقية. مستحيل 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 من اللمسة الأولى، من الغمزة الأولى، من النظرة الأولى. ولا لمصلحة منتخب غانا ملعوبة راسية. يهجم عليك البرازيل، يلعبها ريشارليسون. بابا 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 جول 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 جول. ريشارليسون هدف ولا اروع للبرازيل. ريشارليسون يسجل الثاني. حراسة المرمى هي نص الفريق، هي اهم حاجه في الفريق. انت لو ما عندكش حارس مرمى كويس مش هيبقى عندك فريق كويس. عموما شوف كورتوا السنه دي عامل ايه مع ريال مدريد، التصديات بجوان اساسا. يعني من اسباب صعود ريال مدريد لنهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي طبعا بكل تاكيد منهم كورتوا. وطبعا في حراس كتير جامدين جدا في العالم دلوقتي غير كورتوا، ادرسون، اليسون، تير شتيجن. هو بيموت شويه بس بيفوق اوقات. بس التصدي اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده ده تصدي خارق، ممكن ما يتكررش في تاريخ الكوره تاني. ممكن جورجوري كوبيل اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده ده ما حدش يعرف عنه حاجه ياما، بس هو حارس دولي ولعب 70 مباراه تقريبا مع منتخب فرنسا، غير انه لعب كاس قارات ولعب كاس عالم. حارس كبير. وقتها بيلعب في اولمبيك ليون وكانوا بيلعبوا برشلونه. بصوا يا جماعه ايه ده؟ جت في دماغه ازاي ان هو يشيلها كده، وقام ردة فعل سريعه جدا مش طبيعيه. فده تصدي تقريبا ممكن ما يتكررش تاني في التاريخ. في موسم 98 99 حصل اغرب حاجه ممكن تحصل في مباراه ما بين الاهلي والزمالك، والماتش ده ما استمرش اكتر من 5 دقايق. لا ما بهزرش، هو قعد 5 دقايق بالظبط. كل ده بقى حصل ليه؟ كرة من على الخط يا باشا، من على الخط كده، ايمن عبد العزيز بيجري، ابراهيم حسن بيجري بالكوره، بس ده مندفع عن جاري عامل تاكلينج شايله من على الارض. طرد، لا طرد باين. لعيبه الزمالك تسكت؟ لا، قامت معترضه. فاروق جعفر نزل الملعب كان مدرب الزمالك وقتها، رئيس يكلم رئيس النادي ده مش هيحصل، قاموا منسحبين والدوري كمل والماتش خلص 2-0 اعتباري. بس كانت طبعا حاجه ما شفناهاش قبل كده. والدوري اخدوا الاهلي السنه دي. يلا يعني ابو ام الكره المصريه كلها.